هل الورم الليفي سرطاني؟ طب عندك نزيف شديد ومش عارفة ايه سببه؟ طب لو اتشال الورم الليفي هيرجع تاني؟ كل الأسئلة دي وحاجات تانية كتيرة أنا هرد عليكي فيها، بس الأول خشي على اللينك واعملي اللايك. لازم تعرفي إن الورم الليفي بيكون حميد، ولحد دلوقتي مفيش سبب علمي لوجوده، وبيظهر الورم الليفي عند البنات بعد البلوغ، وكمان بيجي للستات لحد لما الدورة تقطع. طب تيجي واحدة وتسألني امتى الورم بيكون سرطاني؟ لما الدكتور يشك. طب الدكتور بيشك امتى؟ لما الدورة تقطع وبالفحوصات يلاقي الورم الليفي، وكمان لما يتشال وفي فترة قصيرة يرجع بسرعة. وتالت سبب بقى يا بنات، تالت يخرب بيت الزهايمر وسنينه. انا بقولك اول ما يكون عندك الاعراض اللي انا قلتلك عليها بسرعة تروحي للدكتور علشان يتابعك، وإن شاء الله هتكوني بخير. يلا ما تنسوش تبعتولي على صفحة البرنامج وأنا هرد عليكي على طول. وفي الختام يا رب تكوني بسلام. يلا يا حبايبي هستناكم وحلقة جديدة وشديدة مع الدال.